شهد المستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة أكادير صباح اليوم السبت اندلاع حريق مفاجئ بأحد أجنحته، ما استنفر مختلف السلطات المحلية والمصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية التي تدخلت بشكل عاجل للسيطرة على الوضع ومنع تفاقمه. ووفق معطيات متطابقة، فقد شب الحريق داخل جناح التصوير بالرنين المغناطيسي في ظروف ما تزال غامضة إلى حدود اللحظة، متسببا في خسائر مادية متفاوتة دون تسجيل أي إصابات بشرية في صفوف المرضى أو الأطر الطبية والتمريضية. وفور توصلها بالإشعار، انتقلت فرق الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث باشرت عمليات مكثفة لإخماد النيران، ما مكن من تطويق الحريق والحيلولة دون امتداده إلى باقي مرافق المؤسسة الصحية. كما جرى إجلاء عدد من المرضى والمرتفقين بشكل احترازي، مع تأمين محيط الحادث حفاظاً على السلامة العامة. وخلف الحادث حالة من الاستنفار والقلق داخل المستشفى، في وقت تواصل فيه السلطات المختصة تدخلاتها الميدانية لضمان سلامة مختلف الأجنحة والمرافق الطبية. من جهتها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقاً تحت إشراف الجهات المختصة للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، فيما تشير المعطيات الأولية إلى احتمال حدوث تمس كهربائي، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الرسمي.